السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي، نتمنى تكونوا على خير وبخير وفي تمام الصحة والعافية. اليوم إن شاء الله جيت باش نشارك معكم قريشلات مالحين أو قريشلات عاشوراء. كما كتشوفوا غادي نقدم لكم 5 ديال الأنواع، كيجيو هماويين زوينين في الشوفة، رائعين في المذاق. نتمنى ينالوا الاستحسان ديالكم والاعجاب ديالكم. اذا نبداو على بركه الله في تقديم المقادير ديال هذه الوصفه. اذا غادي نحتاجو الى ملعقه كبيره من الخردل وملعقه كبيره من معجون الطماطم. غنحتاجو الى ملعقه صغيره من الهريسه وثلاثه الفرماجات مثلثين. غنحتاجو الى ملعقه كبيره من توابل الشاورما، ملعقه صغيره من الملح، نصف ملعقه صغيره من الفلفل الاسود، وملعقه صغيره من الكركم، وملعقه كبيره من الزعتر يكون مطحون. غنحتاجو كذلك الى 100 غرام ديال الزبده تكون طريه بدرجه حراره المطبخ، وجوج معالق كبار ديال مبشور الجبن. غنحتاجو الى 600 غرام من الدقيق الممتاز، الدقيق باش كنصايبو الحلويات. غنحتاجو الى بيضتين ونصف كأس من زيت زيتون وكاس ديال العنبه الماء. يعني هاد الكميه الماء اللي شفتو غادي نحتاجو منها غير كاس واحد فقط. وبالنسبه لتزيين القريشلات ديالنا غادي نحتاجو الى بذور الخشخاش او ما يسمى باللغه الفرنسيه غرين دو بافو. غادي نحتاجو كذلك الى بذور اليقطين او زريعه القرعه الحمراء. غنحتاجو الى السانوج اللي تيقولوا ليه الحبه السوداء. وغنحتاجو كذلك الى كميه من السمسم او ما يسمى عندنا هنا في المغرب بالجنجلان. بالنسبه للطوابع فانا استخدمت 3 ديال النويعات كما كتشوفوا، 2 ديال الازهار مختلفه ودائره. اذا غادي ناخذ واحد القصعه، غادي نحطو فيها الزبده، وغادي نمعسوها بيدينا كما كتشوفوا بانامل الاصابع. غادي نزيدو عليها 3 ديال الفرماجات مثلثين وغادي ندخلوهم مع بعضياتهم. من بعد كنزيدو عليهم واحد البيضه وكندخلوها على هذا الشكل كما كتشوفوا. غنزيدو عليها كميه ديال الزيت ونستمر في التحريك. كنخدموهم مزيان، كنزيدو عليهم واحد المعلقه كبيره ديال الخردل والجبن المبشور. صافي كندخلو كلشي مع بعضياتو دائما بانامل الاصابع. كنزيدو عليهم الملح والابزار وكنخلطوهم. كما كتشوفوا تجانسوا لينا مع بعضياتهم. كما يمكن لكم تشوفوا حبيبات
ديال الجبن المبشور، كتجي على هذا الشكل. صافي كنزيدوا ليها كميه ديال الماء، كاس ديال العنبه، كنحاولوا نحركوا بيدينا واحد شويه. صافي، وكنزيدوا الدقيق الكافي شويه بشويه. هنا انايا درت 4 المعالق كبار هما باش بديت. صافي، وكنبداو نمزجوهم مع بعضياتهم. عيننا ميزاننا، العجينه خاصها تجي في الاول رخوه كما كتشوفوا. كنحاولوا ندخلوا الطحين مع الخليط غير بانامل الاصابع. العجينه ديالها كتجي بحال العجينه ديال صابلي، كما عارفين عجينه صابلي راه ما كتبغيش العليك. نفس الشيء كنديروه للعجينه ديال القريشلات، ما كتبغيش العليك بزاف، غير بانامل الاصابع. كنضيف ليها شويه ديال الدقيق، باقي خاصها تزيد شويه تخدم. كما كتشوفوا هذا هو القوام اللي انا بغيت، كيجي على هذا الشكل كما كتشوفوا رخوه. صافي كنقسموها على 3، 2 كرات صغار وكره واحده كبيره. بالنسبه لهادو كنحيدوهم جانبا، وكنشدوا القسم الاكبر كنزيدوا عليه معلقه صغيره ديال الكركم. درت نص معلقه الاولى وزدت نص معلقه الثانيه، هي معلقه واحده صغيره. صافي، هنا كنزيد معلقه كبيره ديال توابل الشاورما. درت المعلقه الاولى صغيره وهذه الثانيه. صافي، في هذه المرحله كنزيد الطحين كما كتشوفوا. هنا كندخلوهم مع بعضياتهم، وهذا هو السر علاش انا بغيت نخليها رخوه في الاول، باش كيسهل عليا ندخل فيها هاد المكونات. صافي، من بعد ما كيدخلوا مع بعضياتهم كنحاولوا ندخلوا فيها داك الطحين. وكتجي العجينه بحال عجينه الصابلي، ماشي قاصحه بزاف ماشي رطبه بزاف، كتجي في النص. كنستمروا كنجمعوا العجينه غير هكا، ما نعلكوهاش بزاف نهائيا، غير حتى كتجمع لينا وكنحبسوا. صافي، كتجي على هذا الشكل. نفس الشيء غادي نديروه لدوك القسمات الثانيين، كنزيدوا عليهم الطحين وكنحاولوا ندخلوه في العجين. كتجي بنفس القوام، ماشي قاصحه بزاف ماشي رطبه بزاف، كتجي في النص. نفس العمليه غنديروها للكره الثانيه. في هذه المرحله
كما كتشوفوا العجينه واجده معنا. غادي هذا الطحين باش غادي نحتاجو باش نغبرو ونطلقوا العجينه ديالنا. هنا كنغطيو كرات العجين بالميكا، كنهزو الدقيق وكنغبرو به سطح العمل. كما كتشوفوا كنهزو الكره الاولى كنغبروا ليها الوجه ديالها حتى هو بالطحين، وكنحاولوا نطلقوها بالمدلك كما هو موضح في الفيديو. كما كتشوفوا كنستمروا كنطلقوا العجينه ديالنا. السمك ديالها ما كيجيش رقيق بزاف وما كيجيش غليظ، كيجي على هذا الشكل كما كتشوفوا. وكندهنوه ببياض بيضه، كناخذوا بياض البيض وكندهنوا به كامل الوجه ديال العجينه اللي طلقنا. صافي من بعد ما دهناه كامل كناخذوا كميه الزعتر، معلقه كبيره تقريبا، وكنرشوها على كامل الوجه. كناخذوا سكين وكنحاولوا نقطعوا هذيك الورقه اللي طلقنا ديال العجين على النصف كما كتشوفوا في الفيديو، تيكونوا قد صافي. وكنبداو نلويو النصف الاول على شكل حلزوني من كلتا الجانبين، كتجي الشكل ديالها بحال الحلوى الفرنسيه بالميي كما كتشوفوا. كنحاولوا نزيروا اللفه ما خاصهاش تجي مرخيه. كنستمروا بنفس الطريقه، كنجيبوا القسم الثاني الى القسم الاول، كنحاولوا نزيروا دائما صافي. وكنعاودوا نفس العمليه للنصف الاخر المتبقي، حتى هو كنديروا ليه نفس الشكل ديال البالميي كما كتشوفوا. صافي من بعد كنخشيوهم في الفريغو. في هذه المرحله كما كتشوفوا غادي نحضروا الحشوه اللي غندهنوا بها الوجه ديال العجين الثاني. هنا حطينا معلقه كبيره ديال معجون الطماطم مع معلقه صغيره ديال الهريسه، كندخلوهم مع بعضياتهم صافي. وكندوزو نجبدوا العجينه ديالنا الكره رقم 2. دائما كنرشوا سطح العمل بالطحين وكنرشوا وجه العجين وكنحاولوا نطلقوها بالمدلك كما هو موضح في الفيديو. كنمشيو بنفس الطريقه. العجين بعد ما كنطلقوها كتجي رقيقه كما هو موضح في الفيديو. هذا هو السمك ديالها. صافي. ومن بعد كناخذوا معجون الطماطم اللي حضرنا مع الهريسه وكنحاولوا اننا ندهنوه على كامل الوجه باستخدام الملعقه كما درت لها انا. كما يمكن لكم تطلقوا بيديكم مباشره، دائما اليد كتكون سريعه في العمل احسن من المعلقه. انا المعلقه تعطلت شي شويه. المهم فوجه العجين كيجي كامل
مدهون بهاد الحشوة على هذا الشكل. صافي في هذه المرحلة كنبداو نلفو العجين ديالنا 3 أو 4 ديال اللفات على شكل حلزوني كما هو موضح في الفيديو. دائما تنأكد على أن اللفة لازم تكون مزيرة، ما تخليوهاش مرخية، زيروا مزيان. صافي من بعد ما كديروا واحد 3 أو 4 اللفات كتقطعوها بالسكين وكتفصلوها على باقي العجين كما هو موضح في الفيديو. كما كتشوفوا كنقطعوها وكنحاولوا نفصلوها على العجين ونزيدوا نلفوها باش كنتاكدوا انها مزيره. كنديروا نفس العمليه لما تبقى من العجين. انا تحصلت على 3 ديال الاسطوانات كنديروهم في بلاطو وكندخلوهم المجمد. بعد ما دخلنا العجين ديالنا للفريغو وجمد فهو كيجي على هذا الشكل كما كتشوفوا متصلب. كتهزوه كتلقاوه قاصح ومشبر معاكم، كتعرفوه صافي وجد. صافي كندوزو لمرحله التقطيع، كنحيدوا الجوانب الزوائد وكنبداو نقطعوا الدوائر ديالنا كما كتشوفوا، فهي كتجي على شكل حلزوني، السمك ديالها 1 سنتيم. وكنستمروا في التقطيع حتى كنساليو الكميه ديالنا كامله. كندهنوا اللاطه بالزيت وكنستفوهم فيها على هذا الشكل كما كتشوفوا. صافي وكندخلوها للفران حتى كتنشف الفوق وكنهبطوها لتحت تحمر غير واحد شويه. كندوزو للحربول الثاني اللي هو على شكل بالمية. دائما كنحيدوا الزوائد وكنبداو في التقطيع. فهو كيجي على هذا الشكل كما غنوريكم على شكل بالمية. صافي كنستمروا في التقطيع، كندهنوا اللاطه بالزيت وكنستفوهم وكندخلوهم للفران نفس الطريقه حتى كينشف وكنهبطوه لتحت يتحمر شي شويه. بالنسبه للطهي فهما دغيا كيطيبوا. في هذه المرحله غادي نجيو نهزوا الكره الاكبر حجما اللي درنا فيها الكركم كما كتشوفوا. غادي نقسموها ل3 ديال الاقسام، قسم غيكون اكبر من الاخر كما كتشوفوا، واحد كبير واحد متوسط وواحد صغير. غادي نكوروهم بيدينا على هذا الشكل. كما كتشوفوا تحصلنا على 3 ديال الكرات. الكره الاكبر غنديروها على شكل زهره كبيره، هي باش غنبداو على بركه الله. نفس الطريقه كنغبروا كنطلقوا العجينه وكنبداو نقطعوا بالمقطع الزهرات ديالنا على هذا الشكل. من بعد كنحطوهم في لاطه مدهونه بالزيت. كناخذوا بيضه كامله، هذاك بياض البيض اللي شاطلينا كنزيدوا عليه صفار البيضه وكنخلطوهم مع بعضياتهم مع الخل. صافي وكندهنوا الوجه ديال الزهرات كما هو موضح في الفيديو. كنزينوهم بزريعه القرعه او بذور اليقطين. كنحطوهم هكا على هذا الشكل باش كيلصقوا كما كتشوفوا. كنستمروا بالعمليه لباقي الزهرات اللي دهناهم بالبيض. ومن بعد كنبداو نضغطوا عليهم واحد الضغطه خفيفه باش كنشكلوا الزهره ديالنا كما هو موضح في الفيديو. ضغطه خفيفه على هذا الشكل
صافي، وكنمشيو معاهم حتى كنساليو الكميه ديال العجين كامل. كيجي على هذا الشكل، وكندخلوهم للفران يطيبوا. بالنسبه للطياب فكنحطوهم حتى كينشفوا، وعاد كنهبطوهم لتحت يتحمروا شي شويه. غادي ندوزو دابا للكره المتوسطه الحجم، حتى هي نفس الطريقه غنطلقوها بالمدلك. كما كتشوفوا انا استخدمت هذا المقطع، اختاريت هذه الجهه صافي. وغادي نبداو نقطعوا العجين ديالنا. كنستمروا بنفس الطريقه حتى كنساليو كميه العجين اللي عندنا كامله. كما كتشوفوا على هذا الشكل صافي. ملي سالينا التقطيع كناخذوا لاطه كندهنوها بالزيت وكنستفوا فيها الدوائر، كندهنوا الوجه ديالها كما كتشوفوا بالبيض، كنرشوا بالجنجلان وحبوب او بذور الخشخاش. كما كتشوفوا كنستمروا بنفس العمليه حتى كنساليو الكميه كامله. بالنسبه للطياب فنفس الطريقه باش طيبنا الحلوه الاولى، كندخلوها للفران كتنشف تماما وكنهبطوها لتحت تحمر. نفس الطريقه طياب الخبز. بالنسبه للتزيين كيبقى دائما اختياري، يمكن لكم تستعملوا حتى بذور عباد الشمس او بذور نوار الشمس، فهي كتجي رائعه جدا. بالنسبه للكره الثالثه والاصغر حجما كنطلقوها بنفس الطريقه. كما كتشوفوا انا استخدمت هذا المقطع الصغير جدا على شكل زهره. كنستمروا بنفس الطريقه حتى كنساليو كميه العجين المتوفر لدينا. نتوما يمكن لكم تقطعوا بالشكل اللي بغيتو، سواء مربعات او على شكل مستطيل، كيبقى التقطيع اختياري. انا كنستمر بنفس الطريقه حتى كنسالي. كناخذوا لاطه كندهنوها بالزيت وكنستفوا فيها الزهرات ديالنا، كندهنوا الوجه ديالهم بالبيض المخفوق مع الخل كما هو موضح في الفيديو. من بعد كنحط صبعي بشويه ديال الماء وكنهز به حبيبات السانوج او الحبه السوداء وكنحطها في الوسط. كنستمر بنفس العمليه حتى كنسالي الكميه المتوفره لدي. كما كتشوفوا كديروا ضغطه صغيره في الوسط باش كتاخذ شكل الزهره. بالنسبه لطريقه الطهي فهي نفسها. من بعد ما كنساليو كندخلوهم للفران حتى كينشفوا، ومن بعد كنزلوهم لتحت يتحمروا شي شويه. نتمنى طريقه الشرح تكون مفهومه وواضحه. كيف ما كتشوفوا بعد ما خرجنا القريشلات من الفران فهما كيجيو على هذا الشكل، محمرين مقرمشين رائعين في المذاق. هذا شكل الزهره كما كتشوفوا هكا كيجي. كنظن ان الفيديو واضح. نتمنى تجربوا هاد القريشلات، الصراحه واخا هما متعبين جدا في التحضير الا انهم كيستحقوا تجربه. مذاق كيجي رائع جدا. بالنسبه لهذا الشكل فهو كيجي هكا كي كتشوفوا محمر ومقرمش.
شوفوا كيفاش كيجي من الداخل العجين، تبارك الله ما شاء الله، مجعب رائع جدا، فعلا وصفة تستحق التجربة. اعزائي، نتمنى الفيديو اللي شاركت معكم اليوم ديال القريشلات ينال الاعجاب ديالكم وتجربوا الوصفة، فعلا فهي كتجي رائعة بمذاقات مختلفة. كيف ما يمكن لكم تضيفوا اي مذاق نتوما حبيتوا بالطريقة اللي نتوما بغيتوا. ما بقى لي الا نقول لكم عواشركم مبروكة، عاشوراء مباركة لجميع الأمة الإسلامية.